السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن قصة أغرب من الخيال. قصة ست مكسيكية اتحكم عليها بأكبر حكم سجن في التاريخ 759 سنة. مين هي الست دي وليه عملت كده؟ استعدوا لأنكم هتسمعوا عن جوانا باراسا، أو زي ما كانوا بيسموها سيدة الصمت. جوانا كانت مصارعة محترفة في المكسيك، وكانت بتلبس قناع وهي بتصارع، وجمهورها كان بيعشقها. بس ورا القناع ده كانت بتستخبى شخصية مرعبة، سفاحة يا صديقي. من سنة 2000 ل 2006 جوانا كانت بتستهدف فئة معينة جدا، ستات كبار في السن، ستات طيبين قاعدين في بيوتهم، وفجأة بينهوا حياتهم بأبشع طريقة. 48 جريمة قتل، 48 أم وجدة راحت حياتهم على إيدها. بس إزاي قدرت تعمل كده من غير ما حد يشك فيها؟ الحكاية يا صديقي بكل بساطة كانت بتدخل لبيوت الستات دول وهي لابسة سماعة الدكتور، وتقول إنها متطوعة في جمعية بتساعد المسنين. كانت بتتكلم بلطف وتديهم إحساس بالأمان، ولما يطمنوا كانت بتنقض عليهم وتقتلهم في ثواني. والسؤال دلوقتي هو ليه كانت بتكره الستات الكبار بالشكل ده؟ جوانا يا صديقي أمها كانت مدمنة كحول، ووصل بها الحال إنها باعت بنتها جوانا للرجالة علشان تاخد منهم خمور. وجوانا اتعرضت لأبشع أنواع الاستغلال. الكراهية اللي كانت جوا قلبها لأمها اتحولت بعدين لكراهية لأي ست كبيرة، وده خلاها تشوف كل ست عجوزة إنها شريرة زي أمها. كانت جوانا قوية جدا، وكانت بتقتل ضحاياها بخنق عنيف، لدرجة إن الطب الشرعي كان فاكر اللي قتلهم راجل. وده بقى اللي حير الشرطة المكسيكية سنين. كل الأدلة بتقول إن القاتل راجل، مفيش أي دليل بيقول إن القاتل ممكن يكون ست. وكان في ناس شافوا ست بتخرج من بيوت الضحايا. الشرطة افتكرت إن القاتل راجل متنكر في زي ست، أو يمكن راجل متحول. كل الأفكار الغلط دي ضيعت وقت كتير، وجوانا كانت بتستغل الوقت ده وتكمل جرائمها لحد ما في سنة 2006 اتقفشت، وبصماتها اتطابقت مع اللي الشرطة لقتها في مسارح الجرائم. واخدوا بالهم وقتها انهم طول السنين دي كانوا بيدوروا على الشخص الغلط. في المحكمة حاول محاميها يخفف عنها العقوبة، وقال ان حالتها النفسية سببها الطفولة الصعبة اللي عاشتها، لكن المحكمة ما رحمتهاش واصدرت الحكم الاسطوري 759 سنة سجن. ولما سألوها مش حاسة بالندم، قالت بكل برود كل الستات العجائز دول أشرار ما يستاهلوش الرحمة. نهاية مأساوية لضحايا كتير، ودرس مرعب في ازاي العقد النفسية ممكن تخلق واحد جوه إنسان. والآن رأيك كيف في القصة دي يا صديقي؟ شايف إن الماضي ممكن فعلا يحول حد لوحش؟ اكتبوا لنا في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب. بس كده، سلام.